هاي ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل صوص السويت شيلي صوص اللي بيتاكل بره مع سندوتشات البرجر. وحتى لو بالبطاطس المقلية هيتاكل هيبقى طعمه حلو قوي. هيجمع بين يعني هو صوص حلو وحراق في نفس الوقت، يعني اللي بيحبوا الحاجات الحراقة قوي هيحبوه جدا. وبس بقى طبعا بيضاف له سكر وحاجات كده عشان يهدي الطعم شوية. هنعمل الأول أي بقى اللي عنده شطة عادي ممكن تعمل بالشطة العادية، بس طبعا بتكون اللي هي الشطة اللي فيها البذر بتاع الفلفل تبقى ظاهرة شوية. أنا عندي هنا فلفل عادي حراق، بغسله كويس ولا اسيبه ينشف كويس قوي، مش عايزة فيه مية خالص. وبقطعه يا إما أقطعه على كده قطع صغيرة، يعني نص كده ونص كده. باخد نص قطع صغيرة بالسكينة ونص في الكب، عشان عايزة الشكل بتاع الصوص يطلع زي بتاع بره بالظبط زي ما احنا بنشوفه كده. بتبقى فيه قطع فلفل باينة أوي. في طاسة مفيهاش أي حاجة خالص، هسيبه أقلبه شوية، هطلع الرطوبة اللي في الفلفل، تطلع المية كلها اللي في الفلفل. زي ما احنا شايفين هي مفيهاش خالص ولا نقطة مية. بعد كده هنحط لها بقى المية بتاعتنا احنا اللي هنزودها بعد كده، مع ملح وفلفل وربع كوباية خل، وهنسيبها تغلي كويس. وبعد كده نضيف لها كوباية سكر ونقلبها كويس لحد ما تدوب. وبتبقى القوام بتاع الصوص ده انا هنا بعمل طبعا البرطمان بعقمه. دايما بحب اعقم البرطمانات في البخار بتاع الحاجة اللي انا هحطها فيها. بس بسيبها زي ما شايفين كده بتغلي. وهجيب معلقتين نشا مع شوية مية صغيرين واضيفهم على الخلطة دي. هيدي بقى قوام حلو قوي، لا تقيل ولا خفيف، وهو نفس القوام اللي هو بتلاقوه في الازايز بتاعت السويت شيلي صوص. بس هنسيبها بقى تاخد غلوتها كده، عشان برضو لما نيجي نشيلها في البرطمان ما يجرالهاش حاجة، فلازم كل حاجة تتغلي كويس قوي. بس زي ما احنا شايفين كده، بصوا على شكل المعلقة حتى هتلاقوا الشكل باين. وهنحطه طبعا في برطمان نضيف معقم. ويا ريت علشان اليومين دول الحرارة فوق 40 نحاول نحطه في التلاجة ونستعمله وقت ما احنا هنحتاجه، هيبقى طعمه جميل جدا. ونحطه في بولة صغيرة كده جنب الطبق، وندبس فيها بقى اي حاجة احنا عاوزينها، البطاطس نحطها على البرجر، نحطها على البانيه، طعمها جميل جدا. وبالهنا.